يمين نجاح بني حمد ولينا اللي متصدرين الترند في الاردن في الوطن العربي تقريبا. خليني اقول لك في البدايه ان طبيعه الدنيا انك لو مظلوم حقك هتاخده في الدنيا قبل الاخره مهما طال الوقت، وده اللي حصل بالفعل في قصه النهارده. نجاح بني حمد تبقى مرات ابو لينا وكانت بتعذبها وعمرها سنتين، ولينا عمرها دلوقتي تقريبا 25 سنه. بعد مرور الوقت ده كله حق لينا يرجع لها بطريقه غريبه جدا. لينا قررت تفضح مرات ابوها في الاردن كلها تقريبا، على علم ان لينا قاعده في امريكا دلوقتي، وطلعت كشكول ليها ومش بس كده وفيديوهات كمان، ونزلت حلقتين. انا مش عايز اقول لك ان الناس مستنيه الحلقه الثالثه اكتر من اي مسلسل ومن اي فيلم. وحكت في الحلقتين بلاوي عن نجاح بني حمد. ماذا بينك وبين الله يا نجاح عشان تبقى على لسان الاردن كلها والوطن العربي تقريبا؟ يعني سبحان الله، ربنا امهلها ولكن يمهل ولا يهمل. طول الوقت ده وهي مفكره ان اللي عملته مش هيترد لها، ولكن ربنا موجود. نجاح بني حمد بقت على لسان كل الناس تقريبا بسبب اللي عملته مع لينا، وزي ما بقول لك كده الناس منتظره الحلقه الثالثه بفروغ الصبر وكانها الحلقه الاخيره. نجاح طلعت وقالت انها هتقدم بلاغات في لينا، ولكن لينا في امريكا، فانت ليك يا عيني يا نجاح تتكلمي؟ يا شيخه اسكتي بقى، اسكتي بقى، ده انت الدنيا كلها بتتكلم عنك. ربنا يسترها علينا يا رب ويكفينا شر الظلم والله.